هنعمل بقى العدس المدمس. انتوا كلكم طلبتوا الفيديو مني وانا والله كنت لسه رايحه انزله، بس في شويه دروبات كده حصلت فما قدرتش انزله على طول. اول حاجه بقى العدس اللي بجيبه ده هو نفس العدس الاصفر، بس ده العدس الاصفر بيبقى متقشر، فده بيبقى كفر كده عليه. فيعني عشان لو حد مش عارف المعلومه دي، جبنا الكميه اللي احنا عايزينها وبدأنا نغسله كويس ونقعناه نص ساعة، وبعد كده بدأت ان انا احطه في الفوالة واضيف مية سخنة، بس اخلي الفوالة كلها مية سخنة، وابدأ ان انا ادمسه لمدة ساعتين، ما يزيدش عن ساعتين يا دوب، لان هو اصلا بيبقى يعني بيستوي بسرعة قوي. كده هو خلاص قرب على السوا، يعني فاضل غلوتين تلاتة. هبدأ بقى ان انا احط عليه نص كوباية طماطم مضروبة في الخلاط او مبشورة، يعني على حسب ما انتي عايزة. تمام. انا طبعا حطيت الكميه دي بس لان انا عامله كميه عدس بسيطه. تمام. فانا بقى بوريكم بجد طعمه رهيب رهيب، يعني اجمل 100,000 مره من الفول. هو الفول حاجه وهو حاجه تانية في الطعم. ده بيتاكل بدقه. الدقه بتاعته بقى هنجيب الكبه بتاعتنا الجميله، وهنجيب التوم عشان نقشره سريعا كده لانه هياخد مني وقت. بدات ان انا اضربه ضربتين بالظبط كده في الكبه، وبعد كده هبدأ أقشره بكل سهولة. شايفين القشر لوحده والتومية لوحدها؟ لا بجد بتنجز معايا قوي قوي، بالذات لو عاملة كمية يعني توم كتيرة زي ده. الدقة ديت بتبقى عبارة عن توم وطماطم والبهارات بتاعتك بس. هو العدس ده ما بيتاكلش الا بالدقة دي. تمام. لو عايزة حد بيحب الاكل العادب او حد يعني يفضل يكون عادب، ممكن تاكليه من غير دقة عادي، بس هو اساسه الدقة. فطبعا دقة يعني توم كتير. هبدأ بقى ان انا اجيب معلقة سمنة بلدي كبيرة كده في طاسة سخنة على النار، ما فيش سمنة بلدي حط زبدة او زيت، بس يعني السمنة البلدي بتحلي الطعم قوي، بتنطقه قوي. هبدأ بقى اضيف كمية التوم بتاعتي اللي انا هرستها، وبعد كده هبدأ احمرها كده، يعني ايه، تاخد اللون الذهبي الجميل ده. وهنزل عليها على طول بالطماطم. عايزة تبشري طماطم ابشري، مفيش مشكلة. عايزة تضربيها في الخلاط مفيش اي مشكلة برضه، بس انا فضلت اضربها في الخلاط. ضربتها في الخلاط وحطيتها، وهبدأ احط البهارات بقى. هتبقى عبارة عن آه معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، يعني نص معلقة كده، معلقة حلوة كده كبيرة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، والملح والشطة. اهم حاجة الكزبرة والكمون في الوصفة ديت، لان ده اللي بيدي طعم وروح حلوة قوي للعدس او للفول المدمس. وبعد كده هبدأ بقى اسيبها تتسبك كويس، وكده نبقى خلصنا وصفة النهاردة. نسيت كمان احط نص معلقة سكر كده عشان الحموضة بتاعة الطماطم. وبعد خلاص ما استوى، شايفين لونه فاتح ازاي؟ العدس ده ما بيتحطش عليه اي حاجة يعني غير الفول خالص، هو ما بيتحطش عليه حاجة غير الطماطم البسيطة اللي احنا حطيناها دي، عشان بس ايه، تفتح لون الصوص بتاع العدس. هبدأ بقى ان انا احط حبة حلوين كده بشوية مية من العدس في طبق، وابدأ ان انا احط الدقة، واحط كده ليمون، واحط زيت، وكده يبقى معاكي اجمل طبق عدس متدمس تكليف السحور بتاع رمضان. بجد هيعجبكم جدا جدا جدا. لازم تجربوه تقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة ديت، وهستنى رأيكم في الكومنتات عن الطبق الجميل ده. لازم تدوقوه وتقولوا رأيكم ايه. ندوق بقى. يا سلام، مقولكوش طعم رهيب. اهم حاجة ودن الارنب. بألف هنا. باي باي.